السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحباباتي وأهلا بكم مع فيديو جديد ومع وصفة جديدة كالعادة. بعمرتي كما عودتكم دائما مع الوصفات اليومية السهلة اقتصادية، تكون فريمون سهلة التحضير. اليوم عميرتي وش جبت لكم بريوش الملعقة. بريوش الملعقة، شوفوا، مكاش اسهل من هذا البريوش ومكاش نتيجة تاعو تكون مبهرة وخفيف خفيف خفيف، ما تيماجينيوش كيفاه. بريوش بزاف بنين وسهل بزاف تاني. عميراتي نقول لكم في بداية الفيديو خلوا لي هذاك الجام يلا وتعليق شباب، وقبل ما نبداو نهضروا فمنا بالصلاة والسلام على خير الأنام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا ما نطولش عليكم، كما راكم تشوفوه هنا درت لكم بعض المقتطفات من البريوش بنة بنة بنة. نقول لكم فريمون ما قعدش ما 10 دقائق هذا البريوش، من قوة اللي خفيف وبنين، غير حطيته مع القهوة الله يبارك بسلامتهم، عجبهم بزاف بزاف. تجربوه باسكو شوفوا مام لا فاصون تاعو بزاف سهلة، ما تديش خلاص وقت، تم يوجد في رمشة عين. ما نزيدش نطول عليكم، يلا نبداو بسم الله. المقادير وطريقة التحضير. كمقادير واش عندي زوج كيسان حليب يكون دافي. هنا زوج كيسان حليب يكون دافي، الكاس تاعي يرفد 220 ملي. من بعد واش نضيف على هذوك زوج كيسان حليب دافي، نضيف ملعقة خميرة خبز، ملعقة كبيرة. نزيد نضيف تاني 3 ملاعق سكر هكذا. نضيف تاني فانيليا، عندي سكر الفانيليا، تحبوا لا فاني ولا كيما تحبوا خياتي، وتقدروا ديروا غير بشور الليمون، انا كنت درت هنا سكر فانيليا. من بعد عندي ربع كاس زيت، ما يعادل 6 ملاعق زيت، ونحرك غير هكذا بالفوي ولا بملعقة. سي بون هنايا خياتي، هنا كنت ضفت بشور الليمون، كنت سكرفشت حبة ليمون وزيد ضفتها. المزيج ما بين لافاني والليمون يعطي بنة هايلة في البريوش، جربوها وردوا لي بالخبر. بعد ما كنت غطيتها خليتها تريح واحد 10 دقائق، اسمها هذيك الخميرة كانت تفاعلت. من بعد واش ضفت هنا خياتي، ضفت كاس فرينة، نضيف ملعقة صغيرة تاع خميرة حلويات، غير ملعقة صغيرة هذا مكان، وملعقة صغيرة ملح هذا مكان. وهنا نجيب الملعقة ونبدا ندخل هذيك الفرينة غير بالملعقة، ما تمسوا بيديكم ما والو. كما قلت لكم اسهل من هذا البريوش ما كاش. والحاجة اللي عجبتني في هذه الوصفة انه الطريقة جد سهلة والنتيجة مبهرة. اكو شتو البريوش كيف جا في بداية الفيديو. من بعد زدت ضفت الكاس الثاني ونقعد ندخل في الفرينة غير بالملعقة. كما راكم تشوفون استعملت سباتيول غير هكذايا، ما تديش وقت هكذا حتى تدخل معايا كاع الفرينة. من بعد نزيد نعمر نصف كأس فرينة كما راكم تشوفوا. هنا كانت كمية الفرينة زوج كيسان حليب ومع هذاك شوية تاع السوائل تاع الزيت، كانوا داولي زوج كيسان ونص فرينة. نفس الكيل اللي كنت عبرت به الحليب هو اللي كملت به الفرينة هكذا، ونقعد نحرك غير غير بسباتشيل غير بالملعقة هذا مكان. هذا هو بريوش الملعقة هكذايا. دوك هنا سي بون، كنت الفرينة دخلت كاع معايا حتى نتحصل على خليط يكون سائل. بتفهموني هنا كيما الخليط تاع الموسكوتشو، بتفهموني وبتنجحوا في الوصفة. شوفوا هنا الخليط تاعي كيف راهو سائل، ما راهوش متماسك بزاف، بصح راهو سائل سائل كيما يكون الخليط تاع الموسكوتشو، بتفهموني للأمانة. شوفوا هنايا، دوك هنا خياتي واش ندير، نعاود نغطيه بهذاك البابي فيلم هكذا، نعاود نجيبو ونغلف مليح مليح. كنت خليت الملعقة لا كنتو لاحظتوا، باسكو البريوش هذا شغل نكسر له الخمور زوج مرات، نخليه يختمر، خليه واحد النصف ساعة كي يطلع، نروح غير بالملعقة نعاود نحل عليه ونكسر له الخمور. والمرة الثانية نوجدوه ديريكتومون. شوفوا هنا كنت كسرت له الخمور المرة الأولى، والمرة الثانية كيما راهو. شوفوا هنايا جبت المول تاعي سي نورمال، المول تاعي كنت دهنته بالزبدة ورشيته بالفرينة هكذا، ونضيف نصف الكمية تاع العجين تاعي. شوفوا بكل سهولة غير بالملعقة
نمشي الخليط تاعي هكذا في المول تاعي في السنيوة تاعي. من بعد عندي شوكولاتة الطلاء، كيف راح نديرها؟ جبت هنا فرشيطة ما تعمرو في بوش ما والو، فرشيطة نعمر الفرشيطة تاعي ونعلي يدي وراني ندير غير هكا في الوسط، غير وشنو هنا ما توصلوش للأطراف باسكو كي طيب كي ندخلو البريوش تاعنا للفرن ديروا في بالكم هذيك الشوكولا مع السخانة قاع تسيح وقاع حيتغطاو هذوك الأماكن البيضاء. شوفوا هنايا خليت كشغل واحد 3 سنتيمتر على المول تاعنا، شوفوا باه تشوفوا مليح. دوك هنا خياتي نعاود نجيب الخليط الثاني ونبدا نمشي فيه. شوفوا كيف راني نمشي في هذيك الغيسيبيون غير هكذايا وبالملعقه، راني نمشي فيه غير بالملعقه دوك هكا غير بسباتول ونبدا نمشي فيه بكل سهوله. ما ملا خفتو يغلبكم جيبوا ملعقه صغيره هذيك تاع قهوه حليب وكملوا مشوه. شوفوا بكل سهوله ما داش وقت، خلاص ما حسيتلوش كاع والله غير ما حسيت له كيفاه وجد تم كان وجد وطار نتيجة هايلة. شوفوا هنا جبت ملعقة تاع قهوة غير هكذا ملعقة صغيرة وراني نمشي فيه. دوك هنا خياتي بعد ما كملت البريوش تاعي ووجدته دوك نروح نشعل الفرن تاعي على 180 درجة ونخليه يسخن واحد ربع ساعة او ميم طون. البريوش تاعي نخليه هكا فوق البوطاجي نخليه راهو يختمر اون اتوندون الفور يسخن معايا يزيد يعاود يختمر. هنا قبل ما ندخلو للفرن شوفوا واش درت شوية قهوة وشوية برك حليب وندهن البريوش تاعنا بريوش اقتصادي بدون بيض. لا كنتو لاحظتو هنا اللي يحب يضيف البيض تقدروا تضيفوا في العجين حبة بيض، مي انا تعمدت انها الوصفة تكون اقتصادية سي نورمال تلبية لطلبات مشتركاتي الغاليات اللي دايما تقولوا لي ديري لنا وصفات اقتصادية، واني عارفة اللي غلاء المعيشة دايما حنايا نسيو نديروا لكم وصفات تكون وصفات ناجحة وبمقادير قليلة. شوفوا هنا خياتي بعد ما كنت دخلتها طاب لي هذا البريوش كنت شعلت له من التحت كي شتو حمار من التحت شعلت له من الفوق زاد حمار. شوفوا كيف طاب نقول لكم من اروع ما يكون، غير جربوه هذه لاغوسيت يجي خفيف 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 ريشه يجي شبه المسكوتشا مي هو بريوش. ميم كي تشوفوا الطريق كي تذوقوه تكذبوا بلي ندير بهذه لا فاصون طريقه جد سهله. ايبا من بعد عندي هنا شويه كاوكاو ايفيلي كنت حمصته في الفرن وعندي مربى دوك تكون عندكم لا جولي ديروا لا جولي، ما يكونش عندكم ديروا. انا نحب المعجون تاع المشماش يعطي جو هايل للبريوش. يزيد له في البنة من نوع هذا البريوش مداري نشروه عند لي بولونجري، انا دايوغ مداري يشريه لي الميسيو ويجيبو مي كي بحثت على الوصفه تاعو ما امنتش باللي تندار بهذه الطريقه غير بالملعقه وراه جد. والسر باه يجي خفيف هكذا ويجي مفشفش السر كاع راهو في الوقت اللي نعطوه له نخلوه يختمر نعطوله وقته في الاختمار. من بعد كيما شفتوني دهنت له وجهو غير هكذايا بالمعجون وزدت درت له هذاك الكاوكاو ايفيلي. من بعد زدت ضفت له غير رشه تاع سكر ناعم باه يبان لهم كيما اللي مداري نشروه. وبعد ما كنت خليته برد شويه شوفوا هنايا نقسم لكم باه تشوفوا القوام تاعو. وهنا اللي يحب يديروه بالمعجون تقدروا ديروه بالمعجون تقدروا ديروه بالفراوله بما انه رانا في موسم الفراوله تاني يجي هايل بالفراوله. طيبوا معجون تاع الفراوله ولا ما تزينوه بالفراوله يجيكم هايل. نوعدكم في الايام المقبله ان شاء الله باذن الله اني نجرب معكم بريوش بالفراوله. شوفوا تقدروا ديروه غير بهذه الطريقه غير شنو تحشوه من الداخل بليفخاز تاني يجي هايل ما من المعجون يجي شباب. ايبا شوفوا بعد ما كنت قسمته شوفوا كيف جا هايل. شاهدكم في الجنة وشاهدكم في الصحة عميراتي. هذا هو البريوش تاعنا اللي كنا درناه في بضعة دقائق يليق بزاف للعاملات. ننصحكم انكم تجربوها
وهنا عميراتي هنا وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله لا فيديو تاع اليوم إن شاء الله تكون نالت إعجابكم، واللي كانت شافت الفيديو تاع اليوم ومازال ما اشتركتش في القناة تقول لك يلا انضمي للقناة، واش راكي تستناي؟ واللي مازال ما دارت الجام يلا خلي لي هذاك الجام دوكا فضلا وليس أمرا. وهنا نقول لكم أحبكم في الله الذي أحببتموني فيه. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.